السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ولاء من سوري تنمية مهارات وحلقة جديدة عن حضانتنا. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن موضوع الناس كتير بيكلموني فيه، وهو إزاي أبتدي العام الدراسي جديد في الحضانة بتاعتي. الحقيقة عشان أتكلم عن الموضوع فدوت بيستلزم مني إن أنا أتطرق لعدة محاور. المحور الأول إن أنا لازم اشوف البنية التحتية بتاعة الحضانة بتاعتي، هل في اصلاحات لازم تتم ولا لا؟ الديسكات، التواليتات، الشكل العام للحضانة، الترابيزات اللي الولاد بيشتغلوا عليها، البوردز، لو عندي سمارت بورد محتاجة صيانة معينة، الادوات، الماتيريال اللي عندي، الادوات اللي عندي كفاية لا محتاجة ان انا ازود اكتر. عدد الاولاد طبعا كل ما بيزيد بيحتاج ان انا اجيب اكتر. اي صيانات بتحصل، اعرف حضانات عاملين نظام كده ان هم كل سنة بيدهنوا بيبيضوا الحضانة بتاعتهم عشان يستقبلوا الولاد في المكان بيكون لسه جديد، يعني اكنه لسه جديد. فمهم قوي قوي برضو ان انا اتابع كل البنية التحتية اللي موجودة عندي. لو في اي حاجة بايظة، شاشات بايظة، تكييفات محتاجة ان انا اصينها، محتاجة اجيب حاجة زيادة، اخد بالي، لان ده برضو بيتوقف على عدد الاولاد اللي هتكون موجودة عندي في أول السنة. المحور الثاني العملية الأكاديمية، المناهج الأكاديمية اللي عندي هل كانت وافية؟ لازم كده يعني أتابع وأشوف، يعني أقيم السنة اللي فاتت المناهج اللي كانت معايا والكتب هل كانت على قدر حاز على إعجابي من إن أنا أكمل معاها السنة الجاية ولا أغير. طبعا أنا مش عايزة أقول لكم إن النت دلوقتي مليان مليان مليان، ومكتبات كتير جدا منزلة مناهج للحضانات، فالمفروض ان انا اتابع الموضوع ده باستمرار. والله لو لقيت ان هو كان قضى معايا كويس وسنه كانت لطيفه ويعني ديت احسن الموجود في السوق، خلاص تمام هكمل بيه. لو لقيت ان هو ما كانش كويس اشوف حاجه تانية غيره. كمان لازم اتابع لو في حاجه جديده، يعني انا لو لقيت حاجه جديده افضل دخلتها بجنب المنهج اللي عندي، تمام مفيش مشكله. المهم ان انا اكون مواكبه الجديد، يعني اكون مع السوق، ما يبقاش انا خد بالك انا دلوقتي بتكلم على العمليه التسويقيه، عشان اولياء الامور بيعجبهم قوي 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 المناهج التعليميه، يعني بيقدروا يحددوا او يقيموا الحضانه من خلال المنهج التعليمي اللي بيقدم للطفل. لو انا مش مقدمه ماتيريال كويس او ماده تعليميه كويسه، للاسف ولي الامر بيتضايق، بيحس ان في حضانات افضل من الحضانات دي. الجانب الثالث اللي المفروض ان انا اخد بالي منه ويعني اديله قدر كبير من الاهتمام، المعلمين. المفروض ان انا طول ما انا فاتحه او شغاله في مجال الحضانات والاطفال اطور من نفسي. يعني انا في بدايه السنه لازم اعمل اجتماع مع المعلمين واديهم الخطه السنويه بتاعتي، واعرفهم هشتغل ايه في الترم الاول وهشتغل ايه في الترم الثاني، واديهم خطه الترم الاول على حده. وبعدين بعد ما اديهم خطه الترم الاول ابتدي اقسم لهم الترم الاول على اسابيع الترم، يعني اشتغل شهر وبعدين اسبوع. ازاي؟ يعني انا دلوقتي اديتهم خطة الترم الاول، ابتدي اقول لهم الشهر الاول هتشتغلوا فيه مواضيع 1 2 3 4، الشهر الثاني هتشتغلوا فيه 1 2 3 4، وهكذا. وبعدين بعد ما اخلص الشهور ابتدي اقول لهم الاسبوع الاول هتشتغلوا فيه كذا وكذا وكذا، والتاني كذا وكذا وكذا. ولازم اعرفهم ان هيبقى في تقييم لكل معلم شهريا، ولازم اعرفهم ان هيبقى فيه ريبورت لكل معلم وهديهوله شهريا، وده لازم يحصل عشان يجتهدوا وعلشان يشتغلوا على نفسهم وعشان يعرفوا ان الموضوع جدي مش هزار. ولازم انا اتابعهم، لازم اقيمهم، ما اقولش الكلام وسط، لان دوت بيتوقف عليه تفاعل المعلم في الكلاس بتاعي. فتاني حاجة لازم اخد بالي منها، او تالت حاجة هو المعلم. ابتدي لو في ورش عمل اشتغل معاهم ورش عمل، لو في حاجة جديدة نزلت ابتدي طريقة تفاعلية معينة، او انا اشتريت اداة معينة ادربهم عليها، او لو في منهج جديد نزل اقول لهم افكاره واشتغل معاهم برضو، او ياخدوا كورسز فيه. المهم ان المفروض ان انا
اكون متابعه العمليه التعليميه من بدايه السنه، يعني اعمل زي ما قلت كده، اعمل اجتماع لكل الستاف اللي عندي وابتدي اقول لهم واقسم المهام على المعلمين. كمان الدادات، المفروض ان انا اقول للدادات كل دادة مسؤول عن ايه، وكل دادة مسؤول على انهي سن، ومين مسؤول عن التنظيف، ومين مسؤول عن الاطفال، ومين مسؤول عن المطبخ. مهم جدا جدا، لان العملية ديت احيانا بتخلي طاقة المكان والادارة بتروح في مكان تاني، وما بيقدروش ان هم يعملوا يحققوا الهدف اللي هم فاتحين من اجله. فمهم جدا جدا ان انا افهم الستاف اللي عندي كله دور كل واحد فيهم علشان اقدر احاسب بعد كده. لكن انا لو سبت العملية كده سايبة مش هقدر احاسبهم للأسف. طيب المحور اللي بعد كده او النقطة اللي بعد كده اللي المفروض ان انا اخد بالي منها، اولياء الامور. اعمل اجتماع مع اولياء الامور وابتدي اقول لهم الستبس اللي احنا ماشيين عليها وقواعد الرولز بتاعت المكان، واقول لهم المفروض انتوا تساعدونا بايه. للاسف انتوا كده مش بتساعدوا اولادكم، واولادكم مش هيتلقوا المعلومة بشكل صحيح، مش هيستفيدوا من المعلومة اللي اخدوها. لازم افهمهم ان هم ليهم دور كبير جدا، اكبر من دوري واكبر من دور المعلمين اللي عندي. لازم اولياء الامور يساعدونا ويكون ليهم دور ملحوظ في المكان. احدد لهم بقى انا مثلا عايزه المصاريف بتاعتي اذا كانت سنويه، اذا كانت بالترم، اذا كانت شهريه، يعني اشوف الدنيا تمشي ازاي، واعرفهم، اكتب لهم ورقه كده يمضوا عليها وتبقى معايا نسخه تانية برضو ممضي عليها منهم ومني. اللي هيغيب هيبقى نظام الفيزا بتاعته عامله ازاي، هيبقى ليه حساب ولا مش هيبقى ليه الاجازات الرسميه بشتغلها ولا ما بشتغلهاش، ولو بشتغلها هيبقى فيه فلوس زياده مقابل ليها ولا لا. الوقت الزياده اللي الولاد بيقعدوا بره يعني خارج وقت الحضانه، هل دوت هيدفعوا ثمنه ازاي. كل السيستم بتاع الحضانه، حتى المعامله الماليه هيتعاملوها مع مين، بس يعني اعرفهم شخص واحد واقول لهم انتوا هتتعاملوا مع سواء انا او غيري. ليهم كلام مع المعلمات ولا ما لهمش كلام. ابتدي اقول لهم كلامكم مع مين. لو حبيتوا تتكلموا مع المعلمه هيبقى في وجود فلانة او انا، او يعني لازم احدد لهم بالظبط يعني كلامهم يبقى مع مين. مهم جدا جدا جدا، لان للاسف في مشاكل كتير بتحصل بسبب المعلمات ما بيبقاش عندهم القدر الكافي من حسن التصرف او من الخبرة اللي تخليهم يقدروا ياخدوا قرار سريع وهما بيتكلموا مع ولي الامر. فالدنيا بتبوظ، وبتلاقي اولياء الامور بيسحبوا الاولاد من عندك وانت مش عارفة ايه السبب. فمهم جدا جدا ان انا احدد ادوار الناس اللي شغالين معايا، وابتدي اقول اللي يخص ولي الامر بس، اقول لهم اللي يخصهم من الادوار دي. يعني بنتك مثلا هتكون في فصل ميس فلانه، لو ليكي اي تعليق عليها هتيجي تكلميني انا، وانا هجيبها في حضورك وهتتكلم معاكي وهنشوف المشكله فيه. مهم قوي قوي ان انا اتكلم في الموضوع دوت. مهم قوي كراسة المتابعة، وافهم ولي الامر ان انا هبعت او في كراسة متابعة بنكتب فيها كل اللي حصل اثناء اليوم للطفل، وبكتب فيها كل اسبوع نتيجة الطفل كان ايه، الهدف اللي اتحقق منه، والهدف اللي قدرنا نحققه مع الطفل، والهدف اللي ما قدرناش نحققه. المفروض ان بيبقى فيه تقييم شهري وبعمل بيه ريبورت لكل طفل وببعته لولي الامر في كراسة التقييم، وبقول له نقاط ضعف ابنك ونقاط قوته، ولو في مشاكل سلوكية ببتدي اوجه ولي الامر ليها او اعرفه المفروض ان هو يتصرف ازاي لو انا عندي الخبرة. كمان المفروض ان انا يكون عندي اخصائي نفسي او مثلا اخصائي تربوي في الحضانة عشان يقدر يساعدني على الحاجات دي كلها، لان فعلا في مشاكل عند الاطفال مش هيعرف حد يحلها او يدي رأيه بشكل صحيح غير الاخصائيين النفسيين او اخصائيين التربية الخاصة ايا كان هو ايه، حتى لو هو مش خريج تربية خاصة ودارس بعد كده. انا ضد فكرة ان لازم، على فكرة في معلمين كتير جدا جدا مش دارسين تربوي ولكن هم شاطرين جدا جدا، زي كده ما في برضو خريجين ناس
محاسبين خريجين كليه تجاره، هم ما بيشتغلوش اصلا بمؤهلهم، ولكن بيشتغلوا في مجال الكمبيوتر والبرمجه وما شابه ذلك، وشاطرين جدا جدا في مجالهم. فانا قصدي اقول ان عادي لما يكون عندي اخصائي عنده من الخبره الكافيه انه يشتغل مع اولادي، ويقدر يختبر الطفل صح ويقيمه صح ويقول لي نقاط ضعفه ونقاط قوته، ويعمل له خطه كويسه محترمه يقدر يشتغل عليها، اذا كان هو او انا، او يقول للمعلمين اللي عندي يشتغلوا عليها ازاي. انا مش رافضه ده خالص، ولكن لازم يكون على الاقل عنده قدر كافي من المعرفه والكورسات والخبره، يكون مثلا واخد دبلومات ايا كان وما شابه ذلك، يعني علشان يبقى عنده العلم الكافي اللي يشتغل بيه، مش الخبره بس، لان الخبره مهمه مع العلم اساس يا جماعه. انا ضد فكره ان خريجين التربيه الخاصه اللي بيقولوا يعني لا احنا بس اللي المفروض ان احنا نشتغل مع الاطفال، والمفروض نلغي فكره الكورسات والحاجات ديت، واللي بياخدوا مثلا دبلومات مهنيه بعد ما بيخلصوا تخصصهم هم. لا، عادي جدا لو لقيتي حد كويس شغاليه معاكي وخليه يتابع الاطفال عندك، وزي ما بقولك لازم يبقى فيه ريبورت هو كمان يقدمهولك، هتقدميه لولي الامر كل اسبوع او كل شهر حسب المده المتاحه بالنسبه لك، او حسب ما انت بتحددي، ولكن كل اسبوع لازم تقولي لولي الامر نتيجه ابنه الاسبوع دوت كانت ايه، وحقق الاهداف اللي انت كنت حاطاها ولا لا. كل طفل لازم يبقى ليه هدف حسب قدراته وامكانياته واستيعابه، مش كل الاهداف هتبقى زي بعضها حقيقي، مش كل الاهداف صدقيني، مش كل الاطفال عندها نفس القدرات. في اطفال بتبقى سابقه سنها، فلازم بنحط لها اهداف اعلى من بقيه اقرانها يعني. ده تقريبا اهم جبت لكم موجز كده عن اهم الخطوات اللي لازم نعملها قبل بدايه عام دراسي جديد في الحضانات. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون قدرت افيدكم، وانا سعيده جدا جدا بلقائكم، بتمنى ان انا اكون اسعدتكم زي ما انتم اسعدتوني. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.